محمد علي انفرد بحكم مصر ازاي؟ اللي هو بتاع مسبحة القلعة، صح، بس هو عمل حاجة تانية خليته يضمن الحكم اكتر. ازاي؟ تعال اما اقول. محمد علي قدر يوصل لحكم مصر عن طريق دعم القيادة الشعبية زي ما كلنا عارفين بزعامة عمر مكرم. بس عمر مكرم ما كانش بيعجبه اللي بيعمله محمد علي، وكل شوية يعارضه، وكان شايف ان الوالي بيعتمد على سياسة قمعية ضد المصريين، وكمان بيفرض ضرائب كتير. وعلى كلام الجبرتي قال ان محمد علي كان بيرقد لعمر مكرم ومستني الفرصة عشان يطيره زي ما طير المماليك. فمحمد علي عمل حيلة وفرض ضرائب كبيرة جدا، وده خلى المشايخ كلهم يروحوا لعمر مكرم ويعملوا عريضة ويمضوا عليها ان هم رافضين الضرائب دي. وكمان اتفقوا في اجتماعهم بزعامة عمر مكرم ان هم هيخلوا خلافاتهم على جنب وهيهتموا اكتر بشؤون المصريين. هو الحقيقة يعني كان في خلافات بين المشايخ، يعني الشيخ المهدي مثلا كان شايف نفسه ان هو اولى من عمر مكرم، لان عمر مكرم ده حتة صنايعي صاحب حرفة، يعني مش شيخ عمود في الازهر زيه ولا حتى في مكانه زي مكانته. والشيخ الدواخلي كان شايف بقى ان عمر مكرم محبكها قوي الصراحة. ومحمد علي عشان هو لئيم عارف المشاكل دي كلها، اقنع بقى الشيخين ان هم يقابلوه. واحنا هنا طبعا عارفين ان هم مش بيحبوا عمر مكرم. جابهم وقال لهم ضرايب ايه دي؟ اشاعات، انا لا فرضت ضرايب ولا عملت اي حاجة، بالعكس انتوا ممكن تساعدوني وتنصحوني. قالوا له خلاص لازم كده تقعدوا تتكلم مع عمر مكرم. وراحوا لعمر مكرم وقالوا له دي اشاعات، ده الباشا بيقولوا ان هو ما فرضش اي حاجة. هنا بقى هب عمر مكرم فيه. اشاعات ايه دي؟ اوامر رسمية ومختومة بختم محمد علي. وراحت كل النظارات دي طبعا وقتها اللي هي زي الاقاليم. المهم الشيخ المهدي والشيخ الدواخلي ما عجبهمش طبعا زعيق عمر مكرم، وراحوا لمحمد علي ونصحوه ان هو ينفي عمر مكرم لدمياط. وتولى الشيخ المهدي منصب عمر مكرم واخد كل مخصصاته. وما اكتفوش بكده، دول عملوا عريضة عشان يدفعوا عمر مكرم لتركيا، ورفض طبعا مشايخ كتير ان هم يوقعوا على العريضة دي. ده غير ان الشيخ الطحاوي اللي هو مفتي المذهب الحنفي رفض وعارض بشدة، وهو كان واحد من القيادة الشعبية ومن رفاق عمر مكرم في دعم محمد علي قبل كده، فعزلوه هو كمان من منصبه كمفتي. محمد علي انفرد بحكم مصر بعد ما قدر يفرق القيادة الشعبية اللي اتحدت عشان تخليه والي مصر. بسيط.